قام صبي بزرع قطعة خبز في الحقل، ولدهشة الجميع بدأت قطعة الخبز تنمو بشكل جنوني، وأخذت جاك مباشرة إلى وسط الغيوم. اندهش القرويون من هذا المشهد، لكن شجرة الخبز كانت غير مستقرة جدا، وشعر جاك بالخوف وهو يصعد، وعندها تسلق عملاق بسرعة لإنقاذه. في هذه الأثناء بدأت امرأة شريرة في قطع شجرة الخبز بفأس، مما جعلها تهتز بعنف. انزلقت يد جاك وسقط. حاول العملاق أن يمسك به، لكنه سقط أيضا من الشجرة، ولحسن الحظ سقط جاك على جسد العملاق الشبيه بالشجرة الناعمة، فارتد إلى الأعلى ونجا. لم يصدق القرويون أعينهم، فقد كان هذا العملاق الذي يعتقد أنه مفترس للبشر في الحقيقة لطيفا وطيب القلب. وفجأة انهارت شجرة الخبز وسقطت على رية فسحقتها. ركض القرويون لمساعدتها، لكن الشجرة كانت ضخمة جدا ولم يتمكن أحد من إزاحتها. في تلك اللحظة تقدم العملاق ونسي العداوة القديمة وأنقذ رية. أدرك القرويون أن العملاق لا يريد إيذاءهم، وعندما علموا برغبته في العودة إلى السماء زرعوا قطعة خبز سحرية أخرى في الأرض، وبعد وقت قصير نمت مجددا. وعلى الرغم من تردده ودع جاك العملاق، وقدم له العملاق بيضة ذهبية كهدية وداع. وسط وداع القرويين الحار صعد العملاق على شجرة الخبز وعاد إلى عالمه، ومنذ ذلك الحين بدأ القرويون يحصلون على بيضة ذهبية كل يوم، بينما حصل جاك بصفته صديق العملاق على 6 بيضات ذهبية يوميا. وسرعان ما أصبح جاك أغنى شخص في القرية، وهكذا يكون جزاء الرحمة.